ازيكم عاملين ايه؟ اخواتي الغاليات السعوديات واهل السعوديه والمغتربين في السعوديه واللي بيفكروا يروحوا السعوديه. النهارده هتكلمكم عن العمره وتاشيرات العمره سنه 2026 احنا فيها عام 2026. كل حاجه بالتفصيل. بالنسبه لسعر التاشيره في المملكه العربيه السعوديه لما تحبوا تسافروا، التاشيره العمره بقت الكترونيه، اللي هي اسمها تأشيرة عمرة إلكترونية، سعرها من 300 ريال سعودي ل 500 ريال سعودي. دي التأشيرة حسب الشركة، ممكن تزيد شوية ممكن تقل حسب الشركة، بتختلف حسب الشركات طبعا. وانتوا أنصحكم طبعا تختاروا شركة كويسة مضمونة ذات سمعة كويسة عشان تحجزوا تبع يعني حاجة مضمونة. مميزاتها انها بتقعد 90 يوم، يعني تقدري التلات شهور دول تروحي عادي مكة والمدينة براحتك، تقدري التلات شهور معاكي فرصة او براح انك ايه التلات شهور دول ايه يعني حاجة معاكي كده. لازم تكوني حاجزة مع شركة معتمدة، ما ينفعش اي حاجة او لوحدك كده تروحي تحجزي في اي حاجة، لا لازم شركة معتمدة ومعروفة واخدة سجل تجاري معروف ان دي شركة من الشركات اللي بتحجز تأشيرات لبره العمرة والحج والحج دي. وفي كمان تأشيرة اسمها تأشيرة السياحة، دي مدتها سنة بس دي سعرها يبقى أعلى شوية، وممكن تعملي بيها عمرة أكتر من مرة. يعني اللي هي سعرها بتبقى أعلى. التأشيرة السياحية دي سياحية سعرها طبعا أعلى من العادية، بس بتبقى بتديكي براح سنة، يعني سنة، وانك ممكن تعملي في خلال سنة أكتر من مرة، يعني تروح أكتر من مرة. يعني ممكن تعملي عمرة مش مرة واحدة، ممكن تستغليها وتعملي العمرة أكتر من مرة. ودي بصراحة أنا شايفة دي أفضل. ليه؟ لأن دي أعلى شوية، بس أنت اللي عاوز يغير جو ويروح السعودية ويستفيد ويعمل عمرة أكتر من مرة بالنسبة له تبقى كويسة. وفي ناس لا يقولك خلاص أنا أعملها 3 شهور تأشيرة العادية وأقل شوية مش مشكلة. دي بتختلف حسب كل واحد، يعني مش محدش مجبر زي التاني ياخد دي أو دي طبعا أكيد. يعني سعر التذكرة رايح جاي 2026 من مصر للمملكة العربية السعودية بيختلف حسب الموسم والأيام، يعني المواسم والرمضان غير الأيام العادية، طبعا احنا عارفين الحاجات دي. تبقى في الأيام العادية اللي ما فيهاش رمضان أو موسم بتبقى من 15,000 جنيه مصري إلى 20,000 جنيه مصري، يعني من حوالي 15 ل 20,000 جنيه مصري الأيام اللي هي العادية. لكن هتلاقي بقى في رمضان والأجازات ممكن توصل 30,000، يعني في الأجازات في رمضان بيعلوا بقى السعر، يعني هتلاقيها ممكن توصل 30,000 جنيه. هتلاقي طبعا السعر هنا مختلف، في فرق، هو فرق مش كبير قوي، بس لا هتلاقي فرق 10,000 كتير، لا 10,000 كتير برضه، حسب بقى كل واحد وإيه وإمكانياته وظروفه وعاوز يروح امتى، فاضي امتى، اجازات مش اجازات، فاضي المدة مفتوحة ايام عادية كده، يعني تختلف طبعا. نصيحة قبل ما تحجزوا يعني احجزوا قبلها بشهرين، ليه؟ عشان يبقى اكيد وتأكدي ميعاد الحجز. والسفر ايام التلات والاربع بيبقى ارخص على فكرة، يعني لو سافرت يوم التلات والارخص عن تجربة بيبقى رخيص، يعني ايام التلات والاربع بيبقى السفر رخيص، السعر حنين مش عالي. في فنادق بقى، بالنسبة لفنادق الإقامة هتقيمي ازاي، هتقعدي ازاي، الحاجات اللي بتقلق الناس كلها. طب احنا هننزل فين، هنقعد فين، هندفع كام، هناخد معانا كام، هنعمل حسابنا نغير فلوس ازاي من البنك وناخدها معانا بالريالات، يعني الحاجات دي كلها هقولها لكم دلوقتي. في فندق 5 نجوم ده للسكن وبيبقى قريب من الحرم، قريب من الحرم، ده طبعا بيفضل احسن حاجة عشان التعب والارهاق، وكلنا مش عاوزين نفضل ارهاق، كفايه الارهاق نفسه بتاع العمره او كده، فمش هنفضل بقى نركب مواصلات ونروح، بس برضو حسب مقدرة كل واحد والامكانيات بتاعته، هو حاطط قد ايه للرحله دي، مش اجبار ان ده يبقى زي ده، طبعا كل واحد حسب ظروفه. الليله بتبقى من 80 ريال ل 1500 ريال سعودي في ال5 نجوم. في فنادق 3 و4 نجوم دي يعني من 300 ريال ل 600 ريال. وفي باصات بتبقى واقفة بتودي الحرم، كل نص ساعة تلاقي باص يوديك ايه الحرم كل نص ساعة، يعني برضو مش هتتعبي. حتى اللي هي الفنادق ال3 وال4 نجوم برضو حلوة مش وحشة على فكرة، وخدماتها كويسة وفنادق نظيفة، ومش هتتعبي في المشوار، لان انت هتلاقي كل نص ساعة باص، يعني ايه كل نص ساعة تلاقي باص تركبي،
فاتك ده هيجي اللي بعديه بعد نص ساعة. فاهميني ازاي؟ يعني الوقت هيبقى عادي على طول ورا بعض، مش هتتأخري. التعب مفيش تعب. فلو مش هتقدري تقعدي في الفندق 5 نجوم، لا اقعدي عادي في ال3 و4 نجوم، مفيش أدنى مشكلة يعني. في بقى السكن الاقتصادي، هو ده بيبقى أقل حاجة، وبرضو مفيش حاجة اسمها وحشة أو مش هقدر، حسب الإمكانيات يا جماعة. مش كل واحد زي التاني، حسب إمكانياتكم وحسب ظروفكم. يعني حسب إمكانياتكم وحسب ظروفكم. في السكن الاقتصادي بيبقى شقق فندقية ونظيفة وكل حاجة، بس العيب بتاعها إنها بتبقى بعيدة شوية. يعني بتبقى بعيدة شوية، بتاخد مسافة بعيدة، مش قريبة، مش زي ال5 نجوم. قريبة جدا. ال3 و4 نجوم برضو حلوة، وبصات كل نص ساعة بتاخدك توديك بمسافة مش بعيدة قوي. السكن الاقتصادي صحيح، فنادق فندقية ونضيفة كويسة، بس عيبها انها بيبقى بعيدة شوية. وبرضه حسب الظروف، يعني احنا بنستحمل كلنا في حيث اننا نروح ونقضي مناسك العمر. دي بقى بتبقى الفندق السكن الاقتصادي اللي هي الشقق الفندقية اللي بتبعد شوية، المسافة بتبقى من 150 ل250 ريال سعودي. دي سعرها حنين يعني كويس، من 150 ل250 ريال سعودي. لو هتقعدي 10 أيام، هتقعدي 10 أيام قبل ما تخلصي العمرة وتخلصي مناسك العمرة وتيجي ترجعي، هتبقى يعني من 150 ل250 ريال في اليوم طبعا. هتحسبيها بقى، تشوف انت بقى هتحسبيها مثلا، دي بتاخدك هتقعدي مثلا 5 أيام في مكة و5 أيام في المدينة. هتفرضي مثلا هتقعدي 10 أيام، هتقعدي 5 في مكة و5 في المدينة. فما تيجي تحسبي بقى المتوسط، مثلا ان انت هتدفعي، انا قلت لك 150 250 ريال في اليوم. طيب اما تيجي تحسبي مثلا ال10 ايام، 5 مدينة 5 مكة، الرحلة كلها، الفترة كلها، المدة كلها ال10 ايام، هتلاقي في المتوسط تقريبا، المتوسط 400 ريال في الليلة. هتلاقي في المتوسط كام؟ 400 ريال في الليلة. هتحسبي المدة، انت قعدت 10 ايام، هتضربيها في 10 هتلاقي حوالي 4000 أو 4000 ريال سعودي. 400 ريال في المدة كلها 10 أيام، هتلاقي انت هتدفعي 4000 ريال سعودي. فطبعا دي سعرها حلو، دي سعرها رخيص مش غالي بالنسبة للأسعار اللي بنسمعها. بس حسب كل واحد، يعني مثلا الستات الكبيرة اللي بتتعب والدنيا حر وكده، بتفضل على طول اللي هو في الأول خالص 5 نجوم. لو مادام الحالة متيسرة وتمام، ما تبخلوش على نفسكم. الحالة متيسرة ومعاكي، اطلعي ارتاحي، يعني اطلعي في أحسن حاجة، الحاجة اللي تريحك. مزنقة شوية وأقل، عندك ال3 و4 نجوم مش وحشة. قلتلكوا المسافة ما بتبقاش يعني بعيدة شوية، بس حلوة مش وحشة كده. وفي باصات ربع كل نص ساعة، الباصات عندك تريحك هتوديك. بس لو الحالة صعب، بس انت لازم، كلنا بنعشق اننا نروح العمرة. العمرة دي عشق، احنا عاوزين كل شوية كل شهر نروح نعمل عمرة اساسا. ففي الحالة دي لو صعب ومفيش متأزمة، لا متوفرة الجزء بتاع الاقتصادي، روحي عمرة، تتحسب لك عمرة، وهتزوري هناك وهتغيري جو، وفيها مزايا كلها. السفر فيه المزايا كلها طبعا، ودي عمرة وبلاد مقدسة وكده. فلو زنقت معاكي خالص طبعا روحي الاقتصادي، وما تتكسفيش وتقولي لا انا حابة في الاقتصادي، لا عادي عادي، ربنا يدينا الصحة ويديكوا الصحة، ما دام الصحة تجيبك روحي. ما تقوليش اقتصادي و5 نجوم و3 نجوم و4 نجوم. المهم اننا نوصل اننا نعمل عمرتنا ونأدي المناسك بتاعتنا، ونغير جو في بلاد جميلة وحلوة، ونشوف حاجة جديدة، ونتعرف على ناس جديدة، ناس طيبين، ناس كويسين. دي كلها مزايا، استفادات كلها. تعملي عمرة مع ربنا وبتستفيدي والله في الرحلة وفي الجو وفي الناس، وتعرف ناس جديدة، وممكن يبقوا أصدقائك وتعرفيهم لما ترجعي مصر، وتكلموا بعض وتزوروا بعض. كلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده ونستفيد من كده. فأنا قلت لكم بالتفصيل على العمرة والتأشيرات والأسعار والأيام والأماكن والفنادق والشقق الفندقية وكل حاجة، عشان اللي بيفكر يروح هيشوف الحاجة اللي مناسبة ليه ويروح على أساسها. وتكونوا حاجزين قبلها، وتكونوا سائلين، وتكونوا واخدين معاكم الفلوس زيادة. يعني خدوا الحساب ده، احسبوه وشوفوا كل حاجة وإيه وإيه كده زي ما أنا قلت، وخدوا فلوس زيادة، ريالات سعودي زيادة، غيروها من مصر قبل ما تمشوا. غيروها من مصر قبل ما تمشوا، ريالات زيادة. ليه؟ عشان الطوارئ، ما تعرفوش أي حاجة تحصل،
هتعملوا ايه ساعتها؟ انتوا في بلد تانية غريبة وما معكوش سيولة وكده، هتعملوا ايه؟ خدوا بالزيادة معاكوا علشان تقعدوا بسلام وترجعوا تخلصوا رحلتكم وانتوا برضو معاكوا فلوس. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل فيديو جديد. هتوحشوني. سلام.